الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وهداية للناس أجمعين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، ثم اعلموا أن الله تعالى قد امتن على عباده بنعمة المساكن لما فيها من حفظ كرامة الإنسان وحماية خصوصيته وستر عورته واجتماع شمله ووقايته من الحر والبرد والمطر وغير ذلك من المصالح والمنافع. قال الله جل وعلا كما في سورة النعم سورة النحل: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. ولما صار كثير من الناس يجدون مشقة بالغة في تملك البيوت أو استئجارها بسبب غلاء أسعارها، سنت الدولة وفقها الله كثيرا من التنظيمات، واتخذت مجموعة من الإجراءات تهدف إلى تيسير حصول المواطن والمقيم على السكن المناسب، استشعارا من القيادة وفقها الله لمسؤوليتها تجاه رعيتها. ومن آخر ذلك صدور أوامر وتوجيهات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، التي من شأنها تحقيق التوازن في القطاع العقاري. فنسأل الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء، وأن يكون ممن رفق برعيته فرفق الله به، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. عباد الله، إن بعض ملاك العقارات قد يحمله الحرص والطمع والشح والجشع على رفع أسعار العقارات رفعا فاحشا مبالغا فيه، لا مسوغ له إلا استغلال حاجة الناس في واحدة من أهم احتياجاتهم، وهي المساكن. فهل تذكر هؤلاء الذين تقصدوا الإضرار بالناس لمصالحهم الشخصية، هل تذكروا قوله صلى الله عليه وسلم: من ضار الله به، ومن شاق الله عليه، رواه الترمذي وحسنه. فهل يتوقع من شق على المؤمنين وضرهم بغير وجه حق أن ييسر الله أمره، وأن يبارك له في رزقه وصحته ونفسه؟ وقد توعده النبي صلى الله عليه وسلم: والجزاء من جنس العمل. وبالمقابل فثم تجار وملاك جعلوا الله نصب أعينهم، وجعلوا إخوانهم بمنزلة أنفسهم،
فقنعوا بالربح الذي ينفعهم ولا يضر إخوانهم، استشعارا منهم للأخوة الإيمانية، كما قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، متفق عليه. وقنعوا بالميسور من الربح طلبا لمرتبة الإحسان التي يحبها الله ويحب أهلها. قال الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وطلبا للرحمة التي وعد الله بها الرحماء من عباده. قال صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، متفق عليه. وقنعوا بالميسور من الربح طلبا للرحمة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل السماحة في البيع والشراء، فقال عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رواه البخاري. ورجاء أن ييسر الله أمورهم ويكشف كروبهم، فإن الجزاء من جنس العمل. قال صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه الإمام مسلم رحمه الله. وقال صلى الله عليه وسلم: كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. يا الله. يا الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن ديننا دين الإحسان إلى الناس، ودين الصدق في الحديث وأداء الأمانة والوفاء بالعهود والعقود، والتراحم والتعاون على البر والتقوى. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وعلى هذه الأسس المتينة ينبغي أن تكون العلاقة بين البائع والمشتري والمؤجر والمستأجر، فلا يحمل التاجر الجشع والطمع أن يحتكر أو يرفع الأسعار أو يبالغ في الربح أو يغش ويخدع في العقود. وعلى المستأجر أن يحافظ على العين المؤجرة
وألا يتعمد إتلافها أو العبث فيها، أو يتعمد مخالفة شيء من بنود العقد بغير وجه حق، أو يماطل في السداد، أو يتهرب منه، أو من أداء أي حق عليه تجاه المؤجر، فبالرحمة والسماحة والصدق والأمانة من المالك، وبالصدق والأمانة والوفاء والسماحة من المشتري أو المستأجر تسود روح المودة والمحبة والاحترام بين الطرفين، بل يمتد أثره الطيب على المجتمع كله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق إمامنا وولي عهده لهداك، واجعل عملهم في رضاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أنزل عافيتك وشفائك على جميع مرضى المسلمين. اللهم أنزل عافيتك وشفائك على جميع مرضى المسلمين. اللهم أنزل عافيتك وشفائك على جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.